مرحبا بكم مشاهدي الكرام على قناتكم ديما الجديد. إلى هذا الفيديو، شن نشطاء مواقع تويتر المغاربة يوم الجمعة حملة واسعة ضد الفنان المصري محمد رمضان، معربين عن رفضهم استقباله بالمغرب. فبمجرد إعلانه عن حفله المرتقب بمدينة مراكش شهر دجنبر المقبل عبر منشور له بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، دشن النشطاء مجموعة من الهاشتاغات أبرزها لا نريد محمد رمضان في المغرب عبر موقع تويتر، وهو الهاشتاغ الذي احتل الترند المغربي في ساعات قليلة. ويشار إلى أن هذه الحملة التي شنها المغاربة تأتي ردًا على حملة شرسة مماثلة كان قد تعرض لها النجم المغربي سعد المجرد، أدت إلى إلغاء حفله بمصر، إضافة إلى حملة ثانية تسببت في منع عرض إحدى حلقات برنامج سهرانين التي كان قد حل بها ضيفًا، وذلك عبر إحدى القنوات المصرية التي يبث عليها البرنامج. ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت النشطاء المغاربة إلى شن هجوم على الفنان محمد رمضان هو التجاهل الذي تعرض له المنتج رضوان والفنان نعمان بالعياشي بمهرجان الجونة السينمائي الذي جرى تنظيمه خلال الفترة المنصرمة بمصر. ويذكر أن رمضان كان قد أعلن يوم الجمعة عن حفلته المرتقبة بالمغرب من خلال نشر مقطع مصور لإحدى حفلاته السابقة بمدينة مراكش، أرفقها بتعليق جاء فيه: تم الاتفاق أمس على ثاني حفلاتي في مراكش ديسمبر القادم. الحفلة الأولى حضرها 450 ألف، وثقة في الله القادمة مليونية. كل الحب للمغرب، الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، والشعب الغالي. وهذه التدوينة لمحمد رمضان رد عليها البعض مؤكدين أن هذا العدد لم يحضر إلى الحفل من أجله فقط، وإنما من أجل باقي الفنانين الذين أحيوا الحفل أيضا، وهم متر جيمس، أمينوكس، الحر وآخرون. ونشر رمضان هذه التدوينة مباشرة بعد نشر الفنان تامر حسني لتدوينة عبر من خلالها عن حبه للجمهور المغربي، خاصة أنه يحتفظ بذكرى جميلة معه خلال إحدى حفلاته بالمغرب التي كانت بالنسبة له كالحلم، نظرا لأن نسبة الحضور كانت قياسية وفاقت 400 ألف شخص، وهي على حد قوله أكبر نسبة يحققها أي فنان. وهذا هو التعليق الذي كتبه تامر حسني على الفيديو الذي نشره على حسابه انستغرام. قال: المشهد ده ليه قصة أحب أشارككم فيها. أول ما طلعت المسرح كنت حاسس أني بحلم أو بيتهيأ لي أو مش شايف صح، لحد ما شفت اللحظة دي. ما تصورت من العبقري رامي مسعد اللي روحت سألته بعدما طلعت المسرح بدقيقة: هو أنا شايف صح؟ رد قال: أنا مصدوم زيك ومش مصدق وحاسس إني بحلم. ولما المذيع الكريم أكد قال لي شايفينه، راح رامي طلع على ونش كبير كان موجود بالصدفة لشيء آخر وصور اللحظة التاريخية دي اللي عمرها ما حصلت لا معايا ولا مع غيري لمطرب واحد يحضر له 400 ألف شخص والحمد لله. وده الرقم اللي تم حصره قبل الحفلة، وبعد كده زاد الرقم أضعاف أضعاف زي ما انتو شايفين، ولم يتم حصر الرقم النهائي لاستمرار ازدياد الناس لآخر الحفل. كل الشكر لجماهير المغرب الحبيبة. شكرا يا رامي يا حبيبي على إخلاصك اللا محدود في عملك، يا رب نكررها في المغرب وكل البلاد العربية إن شاء الله.
كما اعتبر النشطاء أن محمد رمضان تعمد نشر تلك التدوينة ليكشف أنه أكثر جماهيرية من تامر بالمغرب. وعلى العموم سواء محمد رمضان أو تامر حسني أو أي فنان مصري، فإن الجمهور المغربي وخصوصا رواد مواقع التواصل الاجتماعي سيشنون هاشتاغا عليه لكي لا يحضر إلى أي حفلات بالمغرب. وتصدر هاشتاغ لا نريد محمد رمضان الترند المغربي، وتم رفعه من طرف العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، وهكذا يكون الرد بالمثل. كان كل ما يخص هذا الموضوع. شكرا لكم مشاهدي الكرام على مشاهدتكم للفيديو، وإلى فيديو آخر دمتم بخير وإلى اللقاء. هتولع 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 ضربت معنا وبطلقة بين حواجبك على أرضك هستولى. أنا البطل اللي نفسي مالي أنا ومالها، مالها خليها في حالها، حالها مش هغر. أنا جمهوري واقف في ظهري نمبر 1 وانتوا عارفين.